لو محتارة على الغدا وما عندكيش الا سمكة واحدة، تعالي وانا اقولك تعملي بيها غدوة حلوة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جالكم بفيديو حلو قوي واقتصادي وسهل جدا وسريع. انا معايا سمكة تونة. كانت عندي في الفريزر، رحت كده ادور في الفريزر ملقيتش الا السمكة دي. قلت بقى ان انا هعمل بقى غدوة حلوة. غسلت، سبتها تفك وغسلتها كويس، وبدأت ان انا اشيل الزعانف بتاعتها بالشكل زي ما انتم شايفينه كده. خلاص. وكده بقى ان انا هقطع الراس بتاعتها. طبعا بقى كده تنزل دم وزفوره، بقى هاخد ده الكلام ده كله على الحوض اخلصه وارجع لكم تاني. وكده بعد ما ارجع ما غسلتها ونضفتها كويس، نضفتها حلو. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. اقطعها لاربع قطع. خلاص. التونه بتاعتي غسلها كويس، مفيش ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه. هجيب بقى طبق كده معايا فيه شويه من الميه، وهبدأ انزل بقطع التونه في قلب الميه. خلاص. وهنزل بعصير ليمونه كامله عشان نعمل محلول كده للسمكية دي، عشان ميبقاش ريحتها زفورة ولا اي حاجة. وهنزل بمعلقة من الخل، وهنزل برضو بشوية من الملح، واسيب بقى السمكية بتاعتي كده تتنقع كويس في المحلول ده. خلاص. معايا بقى كده حلة على البوتاجاز، ومعايا بقى التوابل. معايا فصين من الثوم، معايا بصلة مقطعة، 2 ورق رولة، 2 حبهان قرفة، معلقة من الملح صغيرة، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كمون حبيبات، نص معلقة فلفل حبيبات. الفلفل لازم يكون حبيبات صحيح يعني. تمام. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها في المية، وهنزل بعقدين كده من الخضرة اللي هي كزبرة وشبت. هيدينا ريحة جميلة جدا. عندك بقى كرفس حط كرفس، ما عندكش كرفس حط اي خضرة عندك، بتخلي برضك الريحة حلوة وطعمها تحفة. وهبدأ بقى ننزل بقطع التونة، غسلت كويس وملحتش اي زفرة خالص، وما بتاخدش معايا سليق ولا اي حاجه. استوت بسرعه. كده بقى بعد ما استوت هبدا ان انا اشيل القشره بتاعتها اللي بره دي بسكينه كده، وبالراحه خالص ما تطلعيش اللحم بتاع السمكه معاكي. تمام. انا عملتها برضو، جربتها بالسكينه، وهبدا ان انا افصصها معاكم بالشكل ده كده. اشيل السلسال بقى واي سفه هي مستويه خالص. شوفوا بقى ديت بشيل بايديا، الجلده بتنشال بكل سهوله، مش محتاجه ولا سكينه ولا اي حاجه. خلاص. بدأت بقى بايدي ان انا اشيل اي جلد واي سفة كده، وان انا افصصها. ما شاء الله اللهم بارك. تطلع التونة قطعة. شايفين الجمال؟ وقعت. المهم ان هي حلوة جدا. وما شاء الله السمكة عملت معايا اكتر من العلبة. يعني اكتر من العلبة اللي احنا بنجيبها. فرقت معايا، وريحتها وطعمها حلو جدا. شايفين ما شاء الله. اللهم بارك. عملت معايا حوالي علبتين قطع. ما شاء الله حلوة جدا، ووصفة سريعة وسهلة. محتارة بقى على غدا في الظروف بقى الصعبة دي، وكل حاجة غالية وكده. فانا بقى هبدأ ان انا اخلص التونة، ان انا اشيل بقى كل اي سفة وكده، واحطه في الطبق ده معايا. عاوزة اقولك لو انت لسه ما تحطليش اللايك، حطيلي اللايك وكتبي لي كومنت حلو منك كده. ولو انت مشتركة من القناة، في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بحبكم في الله، احلى متابعين، بفرح بكومنتاتكم الحلوة. كده بقى ان انا خلاص اخر بقى قطعة ان انا خلصتها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. قطع كده خلاص خلصت بقى التونة. شايفين بقى الجمال؟ حبيت ان اوريلكم بعد ما قطعتها. حلوة جدا. معايا بقى المية زي ما قلت لكم ان انا المية بتاعت السلق التونة مش هرميها. هبدأ احط شوية من المية دي، وهبدأ احط شوية من الزيت برضو على الوش. لو انت بقى عملت كمية، طبعا هتحتفظي بالمية دي عشان هي اللي هتحفظ التونة. هتحطيها برضو في برطمان، وهتحطي المية عليها وقرن شطة حامي زي ما انا حطيت كده، وهتحتفظي بيها في التلاجة وقت ما تكوني عاوزة تاكلي منها. هتكون موجودة وهتوفر معاكي كتير جدا. وهعصر برضو عصرة ليمونة. طبعا انا مش هحتفظ بيها لاني طبعا احنا هنتغدى بيها وهناكلها وكده. انا عملتها بطماطم
كانت طعمها حلو وجميل جدا. حابه بقى تعمليها بطماطم، حابه تعمليها بطحينه وخضره وكده، زي ما انت حابه تاكليها. بس هي وصفه سهله وسريعه واقتصاديه جدا. يعني مش بتاخد اي حاجه يعني صعبه وكده، بمقادير بسيطه خالص، موجوده عندك في بيتك، هتعملي بيها احلى طبق تونه. خلاص، وكده الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.